السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مساء الفل والورد والياسمين، مساء الرضا من رب العالمين. كل سنة وانتم طيبين. بصبح وامسي على حبايب قلبي اللي بيشوفوني الصبح وبالليل. الفيديو ده لسه خلصان حالا. تعالوا بقى نصلي على النبي ونخش نشوف المجهود الفظيع اللي احنا هنعمله في المطبخ. المطبخ كان زي الطين. بصوا مش يعني انا بقالي دلوقتي بالظبط 4 ساعات ونص واقفة في المطبخ، لسه طالعه منه حالا وعامله الفيديو ده ومخلصاه ومنزله. بصوا بقى انا خليته زي الفل. اي نعم انا ما عملتوش العامله اللي ترضيني يعني، بس ايه، لميت الدنيا على قد ما اقدر. تعالوا بقى نبدا بالكرخانه بتاعت البيت كله. تلاجة مش قادره اقول لكم كانت عامله ازاي، عامله زي مقلب الزباله، زي ما يكون مش بني ادمين عايشين في البيت. والبوتاجاز طبعا تحمير البطاطس شغال على ودنه، والمواعين زي ما انتم شايفين كده. ده انا كده كمان ايه، انا لميت. بصوا البوتاجاز حالته عجب، انا عمري ما كان بوتاجازي بالشكل ده والله العظيم. يلا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي، ويا رب تكون عليكم الايام بخير. اللهم بلغنا رمضان. احنا هنعمل ايه بقى؟ انا هنا كده لميت الدنيا كلها وبدات بالبوتاجاز بقى. اول حاجه رشيت عليه الباور وايه، وعلى الشفاط خلعته ورشيت عليه برضو، والشفاط الشباك كله بقى. شباك كانت حالته حاله اللي فوق البوتاجاز من التحمير وكده. بس خلاص هنا هو انا عماله احاول اخلع فيه لان انا بصور لوحدي، مفيش حد طبعا، الدنيا ليل وكله مستقنيس في السرير، وانا اللي واقفه ايه عماله بنضف. بصوا البوتاجاز عامل ازاي. يلا بقى رشيت عليه كده شويه باور عشان يسهل عليا. طبعا كنت صبنت الرخام عشان ايه اركن عليها الحاجه، وخرجت اللي ممكن يخرجه من المطبخ عشان اظبط الدنيا. صوتي تعبان جدا، ربنا يستر بقى وما اخدش برد. المهم انا هنا اهو جبت الحاجه بقى بتاعت الشفاط والبوتاجاز، وحطيتها في الحوض واشتغلت فيها اهو. دي اهم حاجه. ادام الحاجات دي خلصت، بصوا البوتاجاز شكله عامل ازاي. وده انا قعدته في الخل خلاص. هنا ده بقى ايه، ده انا بعمله على فكره بفرشه البلاط، بس الليفه دي كويسه جدا خشنه، اشتغلت بيها كانت كويسه. انا ايدي اتهرت من الباور، انا عندي حساسيه وبتعب جدا من الباور. بص انا شغاله بقى ايه بايديا واسناني، عايزه اخلص بسرعه لان انا خلاص تعبت. انا كده عملت الظرف بتاعه المطبخ والادراج ولميت كل حاجه، وهنا بقى ايه بجيب الحاجات الخارجيه بغسلها. بس هنا وخلاص كده انا خلصت، وجبت حتى الكاسات اللي انا معلقاها في المطبخ ديت، وجبت شفاط الشباك. بصوا شكله عامل ازاي، حالته تصعب على الكافر والله العظيم، ده هيدعيلي النهارده. بس انا عموما في الطبيعي بخلع الشباك كله، الشفاط كله، بس عشان الجو متأخر كده وانا يعني مستعجلة، فانا في مرة تانية هخلعه كله، بفكه بالمفك وبغسله كله من ورا ومن قدام. بس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهو دي انا ركبت كمان الشفاط ده، خليته كده زي الفل من قدام، لكن من ورا على فكرة مش حالته مش سيئة قوي، لكن انا والله بفكه وبخليه زي الفل، بفكه كله بالمسمار وبنزله. خلاص اهو. وانا كمان خلصت بقى ايه الكاسات كمان اعلقها. والتلاجة بصوا عاملة ازاي بقى، بصوا الجمال والفخامة والحلاوة. كان في 3 برتقانات حطيتهم في باب التلاجة، حطيت حاجات رمضان اهو. لسه طبعا ما فرشتش الشقة، ان شاء الله بقيت الفيديو هنشوفه بكرة بتاع الشقة، ونقفل الدنيا مع بعض. كل سنة وانتم طيبين. يلا يا جماعة اللي ما عملش يلحق يعمل، اللي متأخر زي كده. يلا كل شيء بقى. وانا قلت اعمل كوبايه شاي تدفيني قبل ما انام. بس ده كان شكل المطبخ. بصوا بصوا الحلاوه والجمال. بصوا عمو حزنبل اللي تحت ده فرحان طبعا وبيضحك عشان المطبخ نضيف. يلا كل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.